السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما احنا متعودين، قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. شايفين الطبق بتاعنا ده حكاية. معانا ايه النهاردة؟ معانا البسبوسة جميلة قوي قوي. ازاي؟ شوفوا عاملينها من قلبها مكرملة من بره ومن جوه مكرملة جميلة، وجبت لكم سر المحلات فيها وازاي انا عملتها باللون ده وبالترميله الجميله دي كده. شايفين؟ مكرمله ومفروله وجميله قوي. تعالوا بقى ندخل على الفيديو نشوف انا عملتها بالجمال ده ازاي. معانا ده كيس البسبوسه. الكيس ده وزنه نص كيلو، 500 جرام يعني. طبعا ده جاهز عليه كل حاجه، احنا بس بنضيف السمنه وبنضيف الزبادي. معايا بقى طاسه على النار كده، هنضيف فيها معلقتين من السكر، هنكرملهم لحد ما نحصل على اللون البني الغامق. معايا هنا بولة هنزل بمحتوى كيس البسبوسة كله. هنضيف معلقة من الدقيق، هنضيف كمان حوالي نص معلقة من الكيك شيف او البيكنج باودر. هنا طبعا كده السكر بدأ يتكرمل وياخد اللون الجميل ده. شايفين اللون بتاعه كده؟ حصلت على القوام اللي انا محتاجاه او اللون اللي انا محتاجاه. هنزل بحوالي معلقتين من السمنة او الزبدة، هنسيحهم كويس جدا علشان الريحة بتاعتهم تبقى باينة كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هقلبهم لحد ما يسيحوا بربع كوباية من المية. طبعا انا قدحت السمنة الاول علشان الريحة بتاعتها. المية بقى بتخلي السكر يمسك ازاي. هيدوب بقى معانا دلوقتي. هبدأ انزل بقى بالخلطة ديت كده على كيس البسبوسة زي ما احنا شايفين كده. هقلب بقى دول الاول مع بعض كده، الدقيق مع البيكنج باودر مع البسبوسة. يا رب يكون واضح قدامكم. هنزل بيها بقى هنا كده، اخلط المكونات دي كلها كده مع بعضها. هتديني ريحة قبل ما تستوي، الريحة كمان رهيبة. الريحة بتاعتها رهيبة رهيبة يعني. شايفين جمال اللون؟ مديه اللون الذهبي ازاي. لسه ما خلطناش برضه كويس. ومش معنى ان احنا عملنا سكر يبقى مش هنعمل شربات، لا هنعمل شربات برضو. شايفين جمال اللون؟ هي ديت البسبوسه الصح اللي احنا بنجيبها من بره وبنبقى مفكرين ان هما محمرينها من جوه ومن بره. طبعا انا هنا هبدا اضيف كوبايه من اللبن او كوبايتين من الزبادي. فانا هنا هضيف كوبايه من اللبن، حليب ماشي، رايب ماشي. طبعا انا هنا بخلط اللبن لحد ما احصل على القوام المناسب اللي انا محتاجاه. كده خليط البسبوسه جاهز معايا بالقوام اللي احنا شايفينه ده. قوامه جميل جدا. هتنزلي بقى بالخليط ده كده. البسبوسه مش بتبقى تخينه قوي ولا رهيفه قوي. طبعا دي شكلها كده بعد انا ما نزلتها في الصينيه وفردتها بالشكل الجميله ديت. هنضيف قطع من القشطه كده تسيح على الوش وتدينا. طبعا هندخلها الفرن ونرجع نشوفها بعد ما تستوى. شايفين اللون بتاعها تحفه؟ شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ شايفين قد ايه هي لونها من قلبيها؟ اللي يشوفها يقول متحمره. شايفين؟ حاجه كده جميله 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 قوي.
يا رب تكون الطريقة بتاعتي عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.